المنتخب المغربي مشاهدينا يحقق الانتصار الثاني له في دور المجموعات ويتأهل إلى دور 16 متصدرا لهذه المجموعة كما تتابعون من خلال الصورة. 7 نقاط في الرصيد. الكونغو الديمقراطية ترافق المغرب رغم تعادلها أمام تنزانيا بدون أهداف. 3 نقاط للكونغو، زامبيا 2 نقطتين، وأيضا تنزانيا وهما خارج المسابقة. تأهل إلى دور 16 متصدرا لهذه المجموعة كما تتابعون من خلال الصورة. 7 نقاط في الرصيد. الكونغو الديمقراطية ترافق المغرب رغم تعادلها أمام تنزانيا بدون أهداف. 3 نقاط للكونغو، زامبيا 2 نقطتين، وأيضا تنزانيا وهما خارج المسابقة. هنيئا للمنتخب المغربي، للجماهير المغربية التي ستكون سعيدة هذه الليلة في المغرب. فرحة وليد الركراكي بعد تأهل المنتخب المغربي الذي سيواجه جنوب افريقيا في دور 16. الانتصار مشاهدينا للمنتخب المغربي على زامبيا أهدى التأهل لكوت ديفوار التي اكتفت بفوز واحد في بداية المشوار أمام غينيا الاستوائية، فيما سقطت أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية. انتصار كوت ديفوار كان أمام غينيا بيساو في مستهل المشوار. إذن انتصار المغرب يهدي كوت ديفوار هذا التأهل ومواصلة المشوار للبلد المضيف. نتابع وإياكم مشاهدينا برنامج دور 16 بعد إسدال الستار على دور المجموعات. مباريات صعبة ومهمة وجميلة: أنغولا، ناميبيا، نيجيريا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، غينيا، مصر أمام الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر موريتانيا، السنغال أمام الكوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، والمنتخب المغربي أمام البافانا بافانا جنوب افريقيا. نتحول الآن مشاهدينا إلى المغرب، تحديدا إلى الدار البيضاء. معنا من هناك مراسل قنوات بين سبورتس الأخضر النوالي لرصد الفرحة، فرحة الجماهير المغربية بعد هذا الانتصار وهذا التأهل. إليك الأخضر، تفضل. مرحبا أمين. وما تزال الأفراح هنا مستمرة في منطقة المشجعين هنا في الدار البيضاء. بالتأكيد أنكم تسمعون صدى الطبول من خلفي. الأجواء كانت هنا رائعة، تفاعل الجمهور مع فقرات المباراة، وكذلك استمتعنا هنا بفقرات التشجيع التي كانت هنا في المنطقة، حيث كانت هناك ألوان جد رائعة ومشوقة، وإلى ردود فعل الجمهور الذي يبدو أنه مرتاح للنتيجة وكذلك لأداء الأسود هذا اليوم، أليس كذلك؟ بالفعل اللقاء اليوم داز في أجواء جيدة، كان المستوى عالي الحمد لله. المدرب قبل المباراة أجرى بعض التغييرات لدواعي اولا تراكم البطاقات، وثاني حاجه باش يجرب اكبر عدد ديال اللاعبين والتوليفه بيناتهم. راه وقف دابا على المستوى ديال اللاعبين البدلاء، وقف على انسجام بين اللاعبين. بانوا ليه بعض الاخطاء والهفوات، الحمد لله اللي بانوا في هذا الماتش اللي ما كانش حاسم بنسبه 100%، كنا ضامنين التاهل. اذا غادي تكون عنده واحد الرؤيه وواحد الخطه اللقاءات الجايه، لقاءات على حساب الفيزيونوميه ديال كل لقاء. نعطي كذلك فرصه لهذا الشاب، كذلك يعني هناك افراح وهناك ارتياح. نعم، هناك ارتياح الحمد لله على هذا الفوز اللي ضمننا به صداره المجموعه. ان شاء الله في ثمن النهايه نتلاقاو مع سود افريقيا. هنيئا الشعب الايفواري تا هو تاهل معنا، الحمد لله فرحناه لانه منظم البطوله وتكمل البطوله في مسار جيد. الحمد لله حنا كمغاربه فرحانين في هذه الصداره،
البطوله وغنلعبوا ماتش بار ماتش ان شاء الله. البطوله ما سهلاش، كاينين فراقي اللي خرجوا من المسابقه كالشعب كالفريق الجزائري. واليوم قبل المباراه شجعنا المنتخب التونسي ولكن هاردراك ليه، وان شاء الله تشوفوني يعني بماتش بار ماتش ان شاء الله تعالى. اذا امين الافراح مستمره وستستمر، والجمهور هنا كذلك يتمنى أن يكون منتخبه أن يطيل المقام هناك في الكوت ديفوار، ويتمنى أن يكون المنتخب آخر من يغادر من الكوت ديفوار. أمين، عودة إليك. شكرا جزيلا لك الأخضر نوالي من الدار البيضاء. فرحة جماهير المنتخب المغربي بعد هذا الفوز وهذا التأهل في صدارة هذه المجموعة. إذن كابتن يوسف، الأهم تحقق، لكن يجب أن نؤكد على أن هذه ليست إلا البداية. لا، سندخل الآن يعني الادوار الحاسمه هي خروج المغلوب، لكن خلينا نتكلم اول شيء على المباريات وتسيير المباريات. دور المجموعات لم تكن سهله بالنسبه شاهدنا منتخبات كبيره ربما مرت بصعوبه حتى صحيح. بدون اي فوز، ومنتخبات اخرى حديثه النشأة خرجت وكذلك بعض المنتخبات اللي كانت مرشحه خرجت من البطوله. اول شيء نهني اللاعبين، نهني المدرب، نهني الاطار التقني ككل على مباراه. انا في اعتقادي قدم مباراه كبيره اليوم، يعني بالرغم من ان ضيعنا الفرص كثيره الشوط الثاني، خروج زياش بين الشوطين للاصابه. الشيء الجيد في الشوط الثاني انه صراحه ربما خلقنا فرص كثيره، لكن المشكل دائما هو ضياع الفرص. صحيح. علينا نستغل كل الفرص، هذه هي النقطه الوحيده اللي ربما ممكن أن نشتغل عليها في المستقبل، خصوصا في المباريات المهمه، لان في بعض المباريات خصوصا الان مع خروج المغلوب لا مجال للخطأ، لكن سنواجه منتخبات قوية، لا مجال لضياع الفرص نتكلم عليه. يجب استغلال أقل فرصة يجب تسجيل منها الهدف. الشيء اللي يعجبني أكثر وهو إعطاء فرصة لأكثر عدد من اللاعبين، لأن شفنا اليوم تقريبا جرب تقريبا كل اللاعبين. شفنا ريتشاردسون أول مرة، شفنا تيسوداني، عدلي مع الزلزولي كذلك، يعني لاعبين دائما اللي يعطوا الإضافة، وهذا ما يحتاجه المدرب. يعني مثل هذه البطولات وفي الظروف الحالية والطقس والحرارة والرطوبة صعب على اللاعبين، يجب كل وليد مع المباراة. لكن أقول دائما هم لاعبين محترفين، لاعبين على مستوى، يعرفون ماذا يعني عليهم أن يفعلون في مثل المباريات. رشيد كذلك أدار المباراة بشكل جيد كذلك مع تعليمات كما قلت مع الإطار التقني، وهذا الشيء دائما يعطيك الإضافة ويعطيك ثقة أكثر تصدر المجموعة والعودة إلى الفوز بعد التعادل في آخر مباراة، يخلي هذيك الروح المعنوية والروح الانتصارية موجودة عند المنتخب. في كما قلت الآن عندنا استعداد ونستعد بشكل جيد. أول شيء يعني نستريح، نعاون ما أمكن نستعيد اللاعبين المصابين، ويعني نحضر أنفسنا للأهم وهو القادم وهي مباراة جنوب أفريقيا. نعم. كابتن عزيز، شاهدنا الشوط الثاني، أولا تعليقك على هذا الشوط، ونعرف أن وليد الركراكي لديه تشكيلة أساسية اليوم بعد التغييرات. هل شاهدت أن هناك ممن دخلوا يستحق أن يكون في التشكيلة الأساسية، ربما يقدم إضافة أكثر يحتاجها المنتخب المغربي؟ هو أولا أعطى فرصة لبعض اللاعبين لكي يكسبوا بعض الوقت، لكي عندما تتم المنادات عليهم يكونوا جاهزين. هذا هو الهدف الأول. ثانيا الحفاظ على النتيجة. ثالثا صحيح هي منافسة، لكن التخطيط لدى وليد على حسب الخصم. أيضا هناك تغييرات ممكن يقوم بها على حسب الخصم الذي يواجهه. الآن وليد الركراكي تفكيره هو في جنوب إفريقيا. نعرف أنه اليوم لعب تقريبا 4-4-2، يلعب بالتحول السريع. ما هو تفكيره عندما يلعب بلاعبين كالصيبري اليوم، أمين عدلي في الشوط الثاني، كتيسودالي، يعني الكعبي اللي بدأ أيضا بالمباراة. لكن أظن بأن النصيري سوف يكون أساسي في المباراة، وسوف يعود لذلك التخطيط اللي كان فيه، وهو الاستحواذ في وسط الميدان والتحول السريع. لأن اليوم لعب في الشوط الأول بكتلة متقدمة، وهذا المنتخب المغربي قليل فاش لعب بهذا الأسلوب، واحتاج إلى لاعبين كصيبري لكي يكون كمحطة. في الشوط الثاني بما أنه أضاع العديد من الفرص وما سجلش الهدف الثاني،
صعبت شويه في الاخير المباراه، صعبت شويه في الاخير ويطمع فيك المنافس اللي ما عنده ما يخسر في الاخير. لكن اكيد هناك بعض الايجابيات لازم يوقف عليهم. الكثير من الايجابيات يعني بعض الايجابيات، يعني الكثير من الايجابيات، ولكن الكثير يوسف صحيح كثير، لكن احنا خلينا نكونوا متوازنين ونقولوا بعض الايجابيات اللي لازم انه يستثمرهم القليل، بعض الاخطاء التي يجب تصحيحها. بعض الاخطاء القليله اللي ممكن انه يوقف ماشي سهله عزيز باش تغير 4 لاعبين على التشكيل. نعم. راه باش تحافظ على نفس النسق وعلى نفس الايقاع ونفس الاداء. احنا باش نكونوا متوازنين على المستقبل، ما نكونوش متهورين كثير ومتفائلين كثير. احنا ماشي ما نتكلموش على التهور ولا لا، نتكلموا على اشياء لان فقط نخليو المجال شويه للعمل بس فقط. شوف راه دائما العمل موجود، دائما هناك اشياء نتعلم. راه كل مباراه نتعلم فيها اشياء ونتعلم من اللاعبين. شو رايكم نستمعوا للمرابط؟ خلينا بلسان سالم. يلا تفضل. لنستمع مشاهدينا لسفيان مرابط الذي اختير افضل لاعب في هذه المباراه مع موفدنا مهدي فودي. مرحبا مجددا امين. الى جانبي الان رجل المباراه سفيان امرابط متوسط ميدان منتخب اسود الاطلس. سفيان congratulations. تهانينا. انهيتم المهمه، تباؤتم بصداره المجموعه. هل كانت مباراه صعبه ضد زامبيا؟ Yes, I think. اعتقد here on this tournament all the games are tough. في هذه البطوله كل المباريات صعبه، ليست هناك مباريات سهله ومباريات صعبه. always top. لذلك يتوجب عليك ان تكون على أوبة الاستعداد. اليوم بفضل الله فزنا بالمباراة، نحن نتبوأ صدارة المجموعة، ولكن البطولة تبدأ الآن. بالنسبة للمنتخب المغربي نريد أن نسعد المغاربة، نريد أن نجعلهم فخورين بنا. ما رأيك في القرار التأديبي الخاص بوليد الركراكي؟ شيء لا يصدق. علي أن أنتبه إلى الكلمات التي أخرجها من فمي. في عالم كرة القدم هذه أشياء تحدث وليست بالأشياء أو بعض الأفعال ليست أشياء جميلة ولا يجب أن يشاهدها الصغار. لا أعرف لماذا وقع إقصاء المدرب الوطني والناخب الوطني، لأنه شخصية محترمة جدا نحن نشتاق إليه، وسوف نعبر عن حبنا له من خلال الفوز، ولذلك أهدي هذا الفوز. مباراة دوري خروج المغلوب ضد جنوب افريقيا. مثل ما قلت نريد ان نسعد كل الجماهير، ولا بد ان نكون على أوبة الاستعداد لخوض مباراة الدوري خروج المغلوب. شكرا. اذا كان هذا تصريح اللاعب سفيان امرابط بعد تحقيق الفوز امام زامبيا والمرور على راس المجموعه السادسه من اجل مقابله ثاني المجموعه الخامسه منتخب جنوب افريقيا في مباراة دور ال16 يوم 30 في هذا الشهر بهذا الملعب استاد لوران بوكو. عودة إليك أمين. شكرا لك مهدي فودي. إذن المنتخب المغربي يضرب موعدا مشاهدينا في دور ال16 مع جنوب افريقيا، مباراة ستقام على الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل30 من هذا الشهر. خالتي الحمد لله وصلنا قطر وجايك على طول. ايش رايك بدال الغداء نخليها العشاء؟ معليش اعذريني كتفي مشغول. مشتاق لك يا خالتي. حي الله من جانا. مواعيدي اون تايم. ننوه مشاهدينا إلى أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الإفريقي أصدرت قبل قليل عددا من القرارات في أعقاب الأحداث التي عقبت مباراة المغرب والكونغو، أبرزها فرض غرامة مالية على الاتحاد المغربي قدرها $20,000. نفس العقوبة المالية سلطت على الاتحاد الكونغولي، إيقاف المدرب المغربي وليد الركراكي ل4 مباريات 2 منها مع وقف التنفيذ وتغريم مبلغ $5,000. القرارات ستصبح قابلة للتنفيذ بعد انتهاء المهلة الزمنية للاستئناف.
بعد أن استمعنا لأحسن لاعب في هذه المباراة سفيان مرابط، ننتقل لنستمع لما قاله مدرب المنتخب المغربي في هذه المباراة ومساعد وليد الركراكي رشيد بن محمود. مرحبا مجددا أمين، معي المساعد الأول لمدرب المنتخب المغربي رشيد بن محمود. رشيد، هنيئا لكم المرور على رأس المجموعة السادسة رغم كل الظروف التي سبقت المباراة. تمكنتم من الفوز بأصغر الحصص لكن النتيجة مهمة. 5 أيام من أجل التحضير للدورة المقبل، مباراة دورة 16، لكن المباراة لم تكن صعبة أمام زامبيا بكل تأكيد. وتنظر في اعتقادي جيت سعداء أول حاجة بالمردود، ولسنا سعيدين بضياع الفرص الكثيره اللي ضيعنا، وكذلك لسنا سعيدين بالتوقف ديال الايقاف ديال المدرب ديالنا اللي في اعتقادنا ما يستحقش التوقف، لانه رجل قام بعمل كبير في كاس العالم في العمل ديالو، انه الكره الافريقيه اعطى صوره اخرى. وتنعتقد اليوم كان الرد ديال اللاعبين في الملعب، ولكن تنظن ما كناش حاسمين في المباراه، ما سجلناش اهداف اللي كانت تخلينا نرتاحوا اكثر. بقينا في المباراه حتى اخر الدقائق وحنا باقيين تنحاولوا اننا ندافعوا على الهدف اللي سجلنا، عكس ان كانت عنده فرص كثيره. وهذا للاسف هذا هو العمل اللي تنقوموا به. خصنا نحسنوا من التسجيل. فتنظن باش تفوز في كاس افريقيا لازم انك تسجل. احنا سعيدين انه ما تسجلش علينا هدف، ولكن تنظن بانه المفروض اننا نحسموا المباراه بواحد النتيجه ديال على الاقل 3 كانت تعطينا اريحيه، وتعطينا اريحيه حتى في التغييرات. فلهذا الف مبروك للشعب المغربي. تنظن بانه يستحق هذه الفرحه، ويستحق انه مره اخرى يشوف اللاعبين ديالو تيفوزوا في المباراه الاولى فزنا فيها، تعادلنا الثانيه كانت تاهلنا. ولكن تنظن بانه الفرق اللي تتنافس على كاس افريقيا المفروض انها تاخذ نقاط كثيره، وباش يمكن لها يعني تعطي القيمه ديال الفريق، لان فريق عندنا فريق جيد. نتمنى الله في القادم نكونوا افضل من هذا، تكون عندنا نجاح اكثر من هذه المباراه هذه. طبعا اليوم روح المجموعه كانت حاضره، الان حان الوقت من اجل خوض غمار ادوار خروج المغلوب والمباراه القادمه برسم دوره 16 امام منتخب قوي، منتخب جنوب افريقيا. واعتقد بانه منتخب جنوب افريقيا يعني دائما متواجد معنا في يعني في اقصائيات كاس العالم، وكان مباراه اللي خدنا معاه في الصيف كانت مباراة اللي فازوا فيها. تنعتقد بأنه فريق ممتاز، ولكن تعتقد بأنه كذلك عندنا فريق اللي يقدر ينافس ويقدم، لأنه ما بقيناش نقدروا نقولوا بأن احنا اليوم جينا لأنه جايين احنا عازمين باش يمكن لنا نوصلوا لأبعد نقطة في هذه كأس إفريقيا، لأنه 48 سنة والمنتخب المغربي ما وصلش ياخذ هذه كأس إفريقيا. الوليدات ديالنا ولا الرجال ديالنا عارفين المسؤولية اللي عليهم، فالحسابات هذيك مع السي وليد غنقادين، لأن هذه الوليدات ديالنا عندهم الامكانيات باش يمكن لهم حتى هما يقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل. شكرا لك رشيد، وحظ موفق في مقادم المباريات. اذا كان هذا تصريح المساعد الاول لمدرب المنتخب المغربي السيد رشيد بن محمود. عوده اليك امين في الاستوديو. شكرا لك مهدي فودي، وشكرا ايضا لرشيد بن محمود. في تصريحه قال انه هناك عدد من الاشياء الجيده الايجابيه، لكن لسنا سعداء خصوصا على الفرص الضائعه، لانه شاهدنا المباراة الأخيرة ماذا حدث. هذا الشيء اتفقنا عليه حتى في الاستوديو. هناك اشياء ايجابيه من حيث الاداء، من حيث المستوى، ما تستقبلش هدف، لكن النقطه الوحيده اللي ربما يجب نشتغل عليها في المستقبل وهي ضياع الفرص، لان كما قلت في المباريات المقبله لا تتم مثل الفرص الكثيره، لكن يجب علينا استغلال اقل فرصه لازم نسجل فيها. هذه هي قوه اي منتخب. واول شيء نحيي رشيد اول شيء، لانه من الناس المخلصين اول شيء، ومن الكوادر الموجوده عندنا في المغرب، لانه يشتغل بروح وب يعني خبرته وتجربته اول شيء كلاعب في المنتخب، وعلاقته الطيبه وعلاقته مع اللاعبين، لانه هذه هي قوته هي في عمليه تحفيز اللاعبين، في جمع المجموعه. دائما الهدف موجود دائما كما قلت، ليس في الملعب لكن حتى خارج الملعب، لان لا ننسى أن تستمر هذه يعني التجمع لمدة طويلة تحتاج إلى بعض الأجواء، ورشيد معروف على هذه الأشياء كما قلت، وهذه قوة دائما أي طاقم ليس فقط في المدرب. المراحل المهمة، صحيح، المراحل المهمة، وهي
خروج المغلوب التركيز واللعب المباراة كما قلت مباريات مختلفة عن مباريات دوري المجموعات. الجماهير الإيفوارية يجب أن لا تنسى صنيع المنتخب المغربي. أكيد هدية كبيرة، لأن صراحة المنتخب المغربي أنهى في المركز الأول في مجموعته، سوف يقابل جنوب أفريقيا. لو كان أنهى في المركز الثاني كان المركز الثاني نقابل مصر، المركز الثالث يقابل السنغال. أحسن خيار هو جنوب أفريقيا، وخصوصا أنه لا يغير مقر الإقامة وهو الفندق والملعب أيضا. الآن مشاهدينا سننتقل إلى خبير التحكيم في قنوات بين سبورتس كابتن جمال الغندور لإلقاء وتسليط الضوء على أبرز الحالات التي شهدها هذا اليوم، الذي شهد أيضا 4 مباريات. اليوم كان نهاية الدور الأول من البطولة، كانت المباريات هادئة تحكيميا، اخترنا فقط من مباراة المغرب مع زامبيا واللي أدارها الحكم تانجي من الجابون حالتين فقط. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى. كان هناك احتمال لوجود ركلة جزاء لصالح المغرب. نشوف مع بعض الكرة ونشوف هنا احتكاك حدث بين اللاعبين ثم استمر اللعب، لا تحايل ولا يوجد أيضا ركلة جزاء في هذه الحالة. طيب الحالة الثانية هنشوفها قريبة شوية من الحالة ديت، فيها اختلاف بسيط، ولكن تعالوا مع بعض نشوف في الدقيقة 80 الإنذار اللي حصل عليه لاعب المغرب. اللاعب أيضا حصل احتكاك، هو راح وعمل